اتجوزت عن قصة حب وما كملتش في الجوازة كام يوم، واللي اتعرفت عليه في التصوير، وبعد المسلسل ما خلص كل واحد راح لحاله. والتالتة اتجوزت فنان كبير قوي وانفصلت عنه بعد يوم واحد بس، ده غير الفنانة المشهورة اللي جوزها اتقبض عليه واتسجن وهي ما كملتش كام يوم من جوازها ليه. قصص فنانين كتير في الجواز والانفصال ما كملتش ايام، من اول رشدي اباظة وصباح لحد هنا شيحة وجوازتها من احمد فلوكس، ده غير مي سليم اللي اخواتها مش بيعتبروها اتجوزت اصلا، وفي اللي اعلنوا عن سبب الانفصال ده، وفي اللي لحد النهارده محدش يعرف هم سابوا بعض ليه بعد كام يوم. تفاصيل كتيرة قوي عن انفصال الفنانين في مدة قصيرة. رشدي أباظة زي ما كان جان طول عمره وليه تصرفات مش مفهومة، كان كمان صاحب أسرع جواز وانفصال في العالم كله، وده بسبب الجوازة اللي حصلت بينه وبين صباح وهم في بيروت. قرروا فجأة هما الاتنين يتجوزوا، وحصل بين ساعة والتانية الجواز. المفاجأة بقى إن أول يوم جواز خلص وصحيوا من النوم كان كل واحد عنده شغل في مكان تاني، وما كانوش هيقعدوا حتى مع بعض، فأخدوا قرار إنهم ينفصلوا وكل واحد راح لحاله. أما بقى مي سليم فاتجوزت وليد فواز أسبوعين وبس، وقعوا في حب بعض وهما بيصوروا مسلسل سوا، وبعد ما المسلسل خلص في التصوير قرروا إنهم يتجوزوا، وفعلا الجواز تم، وبعدها باسبوعين كل واحد راح لحاله، وهما الاتنين محدش فيهم قال سبب الانفصال كان ايه. بس المفاجاه هي اختها اللي طلعت اتكلمت عن الجوازه وقالت انها اعتبرتها ما حصلتش اصلا في حياه اختها، لدرجه انها بتنساها وبتنسى انها حصلت وما كانتش موافقه عليها من الاول. اما بقى رانيا يوسف فكانت حكايتها حكايه، وكانت اتعرضت لمواقف كتيره قوي مع جوزها كريم الشبراوي اللي ما استمرش جوازتهم اكتر من 6 شهور، وبعدها هي اللي قررت تنفصل عنه بعد ما اتقبض عليه، وبعد محاولات منها انها تدافع عنه كتير قوي. بس خلاص هي كانت بقى ما بقتش حاسه بالامان وان كل حاجه في حياتها اتغيرت، فقررت انها تنفصل عنه ويبقى ملهاش علاقه بيه تاني. واللي حصل معاها نفس القصه بس من غير محاكم وقواضي ولا نيابات، هي هنا شيحة، واللي جوازها من احمد فلوكس كان مفاجاه للكل، ورغم انها كانت صداقه وتحولت لحب هما الاتنين وقفوا مع بعض كتير في حياتهم، بس لما حصل الجواز كل حاجه اتغيرت وعلاقتهم ما بقتش تنفع، والصحاب لما تحول حياتهم لحياه واحده ما قدروش يكملوا مع بعض. واللي كانت مشكلتها الفلوس زي رانيا يوسف، شيرين سيف النصر اللي انفصلت عن مدحت صالح بعد 4 شهور بس، والسبب في الموضوع كان فيفي عبده اللي كانت ممضيه على شيكات وطالبته بيها. ولما شيرين اكتشفت الحكايه والموضوع دخل في نيابه وقواضي، قررت شيرين انها تنسحب من الموضوع وتطلب الانفصال وكل واحد راح لحاله. ومع ان هما الاتنين حاولوا ان الجوازه تستمر بس ما نفعتش، وسنه واحده وبس وكان الموضوع جايب اخره. اما بقى من الجوازات الجديده اللي ما كملتش اشهر كتير وبرده كانوا اصحاب وشركاء في الشغل، لما اتجوزوا الموضوع بينهم باظ، هما بشرى وخالد حميده، ودي يا دوب جوازه قعدت 10 شهور وبس. بس اجدد انفصال كان ابن الاعلامي عمرو الليثي وبنت تامر امين، ودول هما يا دوب شهرين وقرروا ينفصلوا كل واحد يروح لحاله، حتى ما كانش في كلام عن انهم ممكن يرجعوا تاني. انتوا بقى شايفين ايه اغرب جوازه في دول، وايه سبب كل انفصال منها بالسرعه دي؟ شاركونا بالتعليق.